ايه اصلا المسلسل باين عم يقلد مسلسل ايزي، ليش حتى اشوف مسلسل معرب وانا شايفه بالتركي وحافظه؟ شو ما عملتوا ما راح توصلوا لمستوى النسخة التركية. باسل الخياط لا يمكن يقارن بالممثل الاصلي كينان. ما عاد عنا كتاب ومخرجين لحتى عم تعربوا مسلسلات تركية؟ ليش ما تكتبوا محلي؟ المسلسل لا بيشبه عاداتنا ولا بيشبهنا. كل هي التعليقات عم تجيني على الفيديوهات اللي عم نزلها عن مسلسل آسر، رح جاوبك عليهم كلهم وفهمك شو الترتيب، وكمان رح نحكي عن اخر كم حلقة من مسلسل آسر ونحكي شوي عن الشخصيات. قبل ما نبلش بتشترك لنا بالقناة وبتحط لنا لايك يا اكابر، وفعل الجرس مشان يجيك اشعار لما ينزل فيديو جديد. يلا بينا نحكي تفاصيل. يلا تفضل. في عندي كلمتين لمحبين المسلسل الاصلي ايزيل. قد ما كنتوا بتحبوا مسلسل ايزيل وقد ما كنتوا متعلقين فيه وحافظينه، اسمحوا لي بس ابدا ما راح تكونوا قدي. انا يمكن اكثر حدا بحب مسلسل ايزيل واكثر حدا حافظ مسلسل ايزيل واكثر حدا عاد مسلسل ايزيل بالمدبلج والمترجم. يعني شو بدي اقول لك، بسنه 2013 عدت بمنطقه ما عندي انترنت وما عندي شيء، كان معي مسلسل ايزيل على السيديات. متخيلين كم مره عدته؟ فصدقوني انا كثير بتفهم قديش انتم بتحبوا المسلسل وغيرانين عليه وخايفين عليه انه يتشوه. ولكن في شيء مهم، مسلسل آسر مو اجباري. يعني اذا ما بدك تشوفه لا تشوفه. ليش ضايجين هالقد؟ طولوا بالكم، اذا انعمل 500 مسلسل تقليد عن مسلسل ايزيل ولا تعريب ولا غير لغات ولا اي شيء، هذا الشيء ما راح ياثر على المسلسل الاصلي. يعني حتى ولو انعمل 500 نسخه عن مسلسل ايزيل بلغات مختلفه ولا دبلجه ولا ترجمه ولا تعريب ولا غير شيء ولا شو ما كان، هذا الشيء ما راح ياثر على قوه مسلسل ايزيل. سمعت مسلسلك ما راح تنتزع، لا تخاف، مسلسلك راح يضل قوي. وآسر بالنهايه مسلسل على التلفزيون، يعني اذا بدك تشوفه بتشوفه، اذا ما بدك تشوفه بتقلب القناه. يا اما بيكون المسلسل على الانترنت، اذا بدك بتفوت على الصفحه بتتفرج عليه، واذا ما بدك ما بتفوت، ما حدا جابرك تشوفه. اما بالنسبه لمقارنه المسلسلين مع بعض، هذا الشيء بتوقع ما نخلص منه، فراح احكي لك رايي. قد ما كانت النسخه او النسخ الجديده حلوه، وقد ما التعريب حلو، وقد ما الدبلجه حلوه، وقد ما كل شيء حلو، انا بالنسبه لإلي الاصلي والاساسي دائما بيفوز. الاساسي بالنسبه لإلي احلى. وحتى بحالتنا هي، يعني مسلسل آسر العربي مسلسل كتير حلو بالنسبه لإلي، كتير ناجح، والتمثيل فيه كتير حلو، كل شيء فيه حلو، بس يا اخي الاصلي احلى. وهذا الشيء لازم يكون عادي بالنسبه لمحبين مسلسل آسر. ونفس الشيء بالعكس، اذا محبين مسلسل ايزيل قالوا لك انه ايزيل احسن من آسر، ما لازم تتضايق، عادي، كل حدا بيشوف شيء. انا بس بضايقني اللي بيحبوا مسلسل ايزيل كتير وكتبوا الفشل على مسلسل آسر قبل ما اشوفه ولا مشهد منه. بيقول لك المسلسل اكيد فاشل والتمثيل فاشل. هذا الشيء بصراحه كتير غلط. يعني انت لازم تشوف المسلسل لحتى تقدر تحكم. مسلسل آسر يعني طاقم التمثيل اللي جايب لك طاقم كتير مرتب، يعني ما لهم مسترخصين، ما لهم عاملين لك شغل حيالله. يعني هذا اقوى طاقم تمثيلي لمسلسل معرب. جايب لك باسل الخياط، جايب لك باميلا الكيك، جايب لك عباس النوري، جايب لك سامر المصري، هدول لحالهم بكفوا. حتى الممثلين تبع الادوار الثانيه يعني، او الادوار اللي مو اكثر شيء بطوليه، ما له جايب لك حيالله، جايب لك خالد القيش، جايب لك زينه مكي، جايب لك ايهاب شعبان. يعني انت لازم تنبسط انه مسلسلك كتير قوي لدرجه جابوا له هالممثلين يلي كتير قواي لحتى يقدروا يعملوا لك نسخه معربه منه. برجع بقول لك، ما حدا مطالبك يعجبك المسلسل هذا اكثر من التركي، وما حدا مطالبك تقارن. يعني انت اذا بدك بتشوفه، اذا بدك لا. وهلا الفئه الثانيه اللي ضايجه من المسلسل، الدراما السوريه اقوى من الدراما التركيه. ليش عم يعربوا لنا المسلسلات التركيه؟ ما ضل عنا كتاب، ما ضل عنا مخرجين. طول بالك، معك حق والله، معك حق، بس روق شوي. الدراما السوريه اخر شيء 15 سنه طلعت لنا بس شيء 3 مسلسلات بينحضروا، اما باقي المسلسلات اغلبها كانت فاشله، او يعني كانت بمستوى ما بيوصل لمستوى المسلسلات التركيه على الاقل. وفي شغله كتير مهمه، انه الممثلين تبع سوريا تبعات الصف الاول اللي هن النجوم اكثر شيء، هدول كلياتهم برات سوريا. قاموا عملوا لك دراما مشتركه، ما عجبتك التجربه، وانا كمان ما عجبتني التجربه، قاموا عملوا تجربه جديده، تعريب المسلسلات التركيه، ما عجبتك التجربه وانا ما عجبتني التجربه. اول شيء 3 4 مسلسلات معربه حضرت منهم اول حلقه كلياتهم وما عجبوني ابدا. بالنسبه لي كان دائما يكون مشكله من المشكلتين، يا اما يكون المسلسل التركي الاصلي اللي عم يتعرب يكون مو حلو، يا اما يكون المسلسل ماشي حاله بس طاقم التمثيل بالنسخه العربيه يكون مو قوي وما بيقدر يشيل المسلسل. هذا كان رايي بكل المسلسلات اللي اتعربت الا مسلسلين، مسلسل العميل ومسلسل آسر. ليش؟ لانه المسلسلين بالتركي يعني من احلى المسلسلات اللي موجوده بحياتك كلياتها، وطاقم التمثيل كان حلو بالمسلسلين وخاصه بمسلسل آسر. فكره انه كتابنا ومخرجينا ما عم يعملوا اعمال محليه حلوه، مزبوط، بتضايق، معك حق، وفيها غيره على الدراما السوريه وانا معك، بس هيك الوضع، شو نعمل؟ يعني ما في محلي ظريف، ما عم يشتغلوا لنا محلي ظريف، فعم ينزل لك هذا النوع. انت تابع، جرب، شوف، اذا عجبك عجبك، اذا ما عجبك ما عجبك، بس يعني نصيحه مشان اذا تستمتع او ما تستمتع، ما تحكم على المسلسل قبل ما تشوفه. يعني قصدي ما تكره الفكره، ما تقول انه مثلا انا ما بشوف مسلسل معرب ولا ما بشوف مسلسل مشترك. جرب، اذا ما عجبك على راسي، ما حدا جابرك، بتسكر وبتطلع. انا معك انه المسلسلات ما بيشبهونا، ومعك انه المسلسلات لسه فيها الطابع التركي، ومعك انه بكتير شغلات بتحسها مو مناسبه لمجتمعنا، بس انا صرت احس حالي عم شوف مسلسل تركي، خلص بتعامل كاني عم شوف مسلسل تركي مدبلج وخلص، يا بيعجبك يا ما بيعجبك. احلى شيء البطل الحربوق يلي بيطلع له مقطع من مسلسل آسر وبيقول لك هذا تقليد مسلسل ايزيل، عم يقلدوا مسلسل ايزيل مفكريننا مو كاشفينهم. ايه، بنعرف القصه. لا، انت مالك يعني كتير مكتشف او كتير حربوق، هذا مو تقليد للمسلسل، هذا تعريب للمسلسل باتفاق مع شركات الانتاج. هذا المسلسل اشتروه، يعني كل شيء نفسه، المخرج نفسه والقصه نفسها والسيناريو والحوار نفسه وترتيب المشاهد نفسه، لك حتى الموسيقى نفسها. يعني هذا ما انه تقليد او اخذين فكره او اقتباس، مثل مثلا مسلسل تحت الارض لما قلدوا مسلسل الحفره، هذاك تقليد بشكل غير مباشر يعني. اما هذا تعريب، هذا المسلسل نفسه عامل لك اياه بالعربي. خفف لي حربقه، والله يخليك لا تكتب لي لشو نتفرج على المسلسل العربي من احنا شايفين التركي وحافظينه
مخرجينه لا تتفرج اخي. يعني انت لما تكون عم تشوف الفيديو تبعي ما بيكون موجه لإلك انت اللي ما عم تشوف المسلسل، انا بيكون موجه الفيديو للعالم اللي عم تشوف المسلسل. في كتير قسم غيرك ما له شايف النسخه التركيه وهلا عم يشوف العربيه اول مره. طول لي بالك واستهدي بالرحمن. وهلا بعد مرور 20 حلقه بدي احكي عن شخصيات مسلسل آسر والتمثيل. باسل الخياط من يومه لما ياخذ دور بيتقمص وتقمص وبيبلع وبلع، بتحسه خلص هذا هو الزلمه، بيدرس له كل ابعاده. شخصيه آسر بالذات بتتطلب هيك شيء كتير كتير، واجاه للرجل المناسب في المكان المناسب، اعطاها حقها. اذا انت كنت مفكر انه باسل الخياط عم يمثل دور صعب بالمسلسل اللي هو دور آسر فانت غلطان. باسل الخياط عم يمثل دورين بالمسلسل، عم يمثل دور آسر وعم يمثل دور مجد بنفس الوقت. دور مجد ماله بس للوجين اسماعيل، دور مجد للوجين اسماعيل ولباسل الخياط بنفس الوقت. باسل الخياط لما يكون مع عمه بيكون مجد من برا ومن جوا، بينه وبين حاله بيكون مجد، قدام مرافقته احيانا مجد واحيانا آسر، قدام ابوه واخوه من جوا مجد ومن برا آسر، قدام الخال بيعمل مجد وآسر من برا ومن جوا بنفس الوقت. واحلى شيء لما باسل الخياط يعمل لك الصراع بين آسر ومجد بمشهد واحد. مشهد مواجهة الخال لآسر كان عبقري. باسل الخياط عمل فيه القوة، عمل فيه الضعف، عمل فيه النكران، عمل فيه العصبية، عمل فيه الحنية، عمل فيه حب الانتقام، عمل فيه الإدراك، وعمل فيه الحزن، عمل فيه كل شيء. اختلاف النظرة وطبقة الصوت والمشاعر اللي عم يوصل لك اياها على حسب الشيء اللي عم يمر فيه من خلال المشهد، هاي كانت شغلة تدرس. العياط وقت اللازم، الهدوء وقت اللازم، صمت وقت اللازم، خلص الكلام. مشهد ماستر، مشهد لا ينسى. ومنيح شايف انه المشهد اخذ حقه على السوشيال ميديا، عم شوفه كتير. وفي مشهد تاني كمان كان مشهد رهيب ولا ينسى، مشهد لما راغب كان سكران وعم يفضفض لآسر. هون باسل الخياط سوالك مجد وآسر بنفس المشهد، بنفس الدقيقة، بنفس القعدة. لما راغب يطلع بعيونه يكون آسر، اول ما راغب يدير وشه يرجع مجد، لما راغب يطلع لفوق يرجع آسر، لما راغب يطب لتحت يصير مجد. يعني نظرات وتمثيل وصوت ومشاعر ما بيطلعوا الا من ممثل يعني بقدرة وخبرة باسل الخياط. رهيب رهيب. الحلو بمسلسل آسر انه كل كم حلقة بيخلوا لك بطل بارز اكثر من الثاني، تقريبا كل حلقة لها بطل وبتزيد مشاهده اكثر من الحلقات الثانية، وخاصة مشاهد الماضي. حلقة راغب كانت كتير حلوة وكتير مهمة، وفهمك فيها شخصية راغب على الاخر اذا كنت مالك فهمانة. خالد القيش عامل شغل رهيب بشخصية رهيبة. راغب ما له مجرد الشخصية السيئة الشريرة بالمسلسل، راغب شخصية اعمق من هيك، طماع، حقود، حسود، بيكره يشوف غيره ناجح، بيغار، بيحب يكون انجح واحد وما بيشبع. وكل هالصفات مع بعضها خلته يصير واحد مريض. قبل ما يعملوا عملتهم بمجد كان واحد صايع عنده طموح وازعر وهيك بيعمل مشاكل، بس كان هذا حده. اول ما صحت له الفرصة تمسك فيها بايديه ورجليه واسنانه، راح فيها للاكستريم، راح فيها لابعد شيء، عمل احقر شيء بالعالم. يعني عمل هذا الشيء من قلبه بدون تردد وما له ندمان عليه. ومشاهده بالماضي اكدت لنا هذا الشيء، خاصة لما راح لعند اهله لمجد وشوه صورته قدامهم. ليش عمل هيك؟ هو ما له مضطر، خلص مجد مات او مجد انحبس وهو اخذ المصاري وتجوز حياته، بيقدر يعيش حياته، بس ما كفاه. لسه العالم عم تزعل على مجد، لسه العالم مفكرته بريء، بده يقتله لمجد، بده يقتل شخصية مجد، بده يحل هو محله. مشهده على القبر تبع مجد كان بيلخص لنا شخصيته، انه يعني هو حتى لما يكون لحاله وحتى لما يكون مع مجد هو ميت، هو ما له ندمان، هو ما له حاسس حاله عمل شيء غلط، انه خلص هو متصالح مع نفسه وبيعرف حاله شو بده. وما انه مثلا عم يحكي مع مجد بزعل او بندم، لا، عم يلومه وعم يعصب عليه، عم يقول له خلص اتركني، اتركها، اترك لي اياها، اترك لي حياتك، هو ميت، عم يلومه هو ميت. واقوى شغله صارت لما عزت حكى له ابنك ما بيشبهك، عمل تحليل دي ان اي وعرف انه جاد مو ابنه، ومع هيك ما فرقت معه، ما خبر حدا انه عرف الحقيقه ولا حتى مرته، مشان ما ينحرج او ما يطلع او يعني ما يظهر بمظهر الضعيف. طلع بالعالي وقال له لعزت خود شوف اتاكد كيف هذا ابني، لانه عرفان انه اذا حكى بهي الطريقه عزت ما رح يتفرج، بس هو من جواته بيعرف انه هو مو ابنه وما فرقت معه وعايش حياته معه وعم يربيه وبيحبه وعادي. خلص طالما اقنع عزت انه هو فايز وطالما العالم مفكره انه هذا ابنه، فخلص هو اخذ هذا الولد وهو متجوز هي البنت وخلص اموره بخير. خالد القيش وصل لنا كل هالمشاهد والخباثه والابداع يعني عن جد يعني بطريقه رهيبه، كثير حلو. سامر المصري يا الله دوره شو حلو، يا الله هو شو حلو، وتمثيله شو حلو، شو عاطي الدور حقه ومجتهد فيه. شخصيته كثير حلوه ولهلا فيها غموض، كثير حلو كيف عم يوصل لي التناقض بالشخصيه تبعه. يعني هو معه مصاري وعايش حياه الاغنياء، بس بنفس الوقت طريقه لبسه وطريقه حكيه وطريقه تعامله مع الناس بتحسه لسه من شوارع. ونفس الشيء التناقض تبع انه هو حدا منيح ولا هو حدا مو منيح. يعني الشيء اللي عمله مع مجد هو اوسخ شيء بالدنيا وما له اي مبرر، بس لما تتفرج عليه عم يتفرج على الحقاره تبع حياه ولا على الحقاره تبع راغب، بتحسه مو موافق، بتحس فيه شيء لساته منيح. وهي الشغلات كلها لسه مو مكشوفه بالشخصيه، خاصه انه نحن لسه ما بنعرف ليش عزت عمل هيك مع مجد. فانت بتصير تسال حالك يعني اذا هو حدا حقير ليش ما عم يوافق على هي الشغلات الثانيه الحقيره اللي عم تصير؟ ليش خان مجد؟ بكره بس تكمل المسلسل بتاخذ جوابك. كمان عزت صار في عنده حب، صار في عنده نقطه ضعف، صار في عنده مكان ينمسك منه. عزت بيحب ناي كتير، والمشكله انه آسر اخذ له اياها، والمشكله الاكبر انه آسر ما بيحبها لناي، آسر عم يتسلى بناي او عم يستخدمها او يستغلها لحتى يقدر يوصل لانتقامه. حلقه الماضي تبع عزت كانت كتير حلوه وجاوبت الناس على كتير اسئله، انه ليش عزت عم يشتغل عند راغب، ليش عزت ما معه مصاري قد راغب، يعني المفروض الاثنين تقاسموا او يعني كلياتهم الاربعه تقاسموا المصاري يعني بالعدل. ببساطه لانه عزت مو رجل اعمال، ما له لبق، ما بيعرف يتعامل، ما عنده مخ، ما بيعرف يفكر مثل راغب، ما عنده الخباثه تبع راغب. عزت قوي قلبه ميت، بس ما قدر يحافظ على المصاري تبعه وخسرهم كلياتهم
فترة يعني كتير قصيرة. وراغب كتير ذكي وعرف يشغله بمكان كتير ممتاز. قال له تعال انت رجل امن وهيبة وكذا وفيها الشغلة قوة وكذا وتحقيق وما تحقيق ومن هالحكي، وبتاخد مصاري قد ما بدك بس بتضلك عم تشتغل عندي. فعيشه يعني عمل له توازن بين الشخصيتين، عمل له توازن بين الشخصية يعني الإجرامية والشخصية الغنية. والشيء اللي صار كتير طبيعي لأنه يعني شخصية عزت شخصية واحد متهور عصبي أزعر شوارعي جاهل، فكتير منطقي وطبيعي انه هو يخسر هيك مبلغ بهيك وقت. عم شوف كتير عالم عم يقولوا انه شخصية عزت بتشبه شخصية ابو شهاب. لا، ما بتشبه شخصية أبو شهاب. مو أي حدا عصب بيصير أبو شهاب، وأنا متأكد إنه يعني أكثر من 80% من العالم يلي عم تحكي هذا الحكي بتكون ما لها شايفة المسلسل، شايفة مقطع منه. إيه أنت شايف سامر المصري عم يعصب هون وشايف سامر المصري عم يعصب هون، أنت مالك شايف الشخصيتين لحتى تقدر تقارن. شخصية عزت ما لها علاقة بشخصية أبو شهاب، يعني يمكن الشيء المشترك الوحيد إنه الاثنين يعني هيك كتير قوايا وما بيخافوا. واحد من أحلى المشاهد بالمسلسل من أول ما بلش هو مشهد مواجهة عزت ورامي مع فراس ابن الحارس يلي انقتل. مشهد ولا غلطة، أداء الممثلين الثلاثة كان خرافي، الإضاءة بالمشهد كانت كتير حلوة، الإخراج كان كتير حلو، فكرة إنه الشخصيات يقعدوا يتصفنوا ببعض شي دقيقة قبل ما يبلشوا يحكوا مع بعض كانت كتير حلوة، تحس الشخصيات عم تحكي قبل ما يبلشوا حوارهم. ونظرات عزت متلبك وما عرفان يقعد، فراس قاعد عم يحكي لهم بقهر عن يلي قتله أبوه وقاعد عم يشرح القصة، وعزت بيعرف إنه الحكي عم ينحكى عليه هو بس يعني فراس قاصد شخص تاني. ورامي عم يسمع كلام إنه أخوه مجرم وعم يسمع قديش أخوه مجرم وهو بنظره أخوه ملاك. وفراس عم يحكي عن يلي قتل أبوه وهو شايف إنه هدول جايين يشتغلوا عنده، يعني شايف إنه جايين يسايروه ويحكوا معه مثل الأولاد. قال له عاملني مثل الزلم ولا تحكيني كأني ولد صغير، اسألني وبجاوبك بقول لك شو بدك، أنا بعرف شو صار. والقفلة اللي انقفلت فيها الحلقة مع دخول الموسيقى كانت تاريخية عن جد، واحد من أحلى المشاهد بالمسلسل. سامر المصري، ميخائيل صليبي، وورد عجيب، أبدعتوا الله يعطيكم العافية. بالنسبة للخال تعالوا أحكي لكم مثل المذيعة تبع بلينكس. شوهوا دور الخال من الصين لما تطلب الخال من تيمو. انتقادات وتعليقات كبيرة بالنسبة للخال في مسلسل آسر. لا خلص جد للأمانة دور الخال بالمسلسل التركي هو واحد من أحلى الأدوار يلي انكتبت بتاريخ تركيا، بس بصراحة دور الخال بالنسخة العربية هو أقل دور عاجبني. ما بعرف ليش، ما بعرف شو المشكلة. أكيد المشكلة مو تمثيل عباس النوري، يعني عباس النوري أسطورة ما حنقعد نحكي على تمثيله، بس ما بعرف في إحساس غريب. يعني بالتركي كنت حس الخال بطل مع إيزيل، وأحيانا يعني حسه بطل أكثر منه وأحسه البطل الأساسي. بمسلسل آسر عم حسه ضيف، ما عم حس بيه يعني القوة تبع دور الخال، مع إنه نفس المسلسل نفس القصة نفس السيناريو نفس الحوار نفس كل شيء يعني، بس الدور حسه ما بيشبهه. معقول المشكلة بالشكل، معقول المشكلة بالشعرات هيك مو عاطي الهيبة للدور، اللبس، طريقة الحكي، ما بعرف. مضايقني الشعور وحاسس انه المسلسل خسران واحد من اهم الشغلات اللي مقويته. مضايقني شعور انه انا بعرف انه عباس النوري بيقدر يشيل الدور تمثيليا يعني كتير برياحة، بس ما بعرف ليش مو عاجبني الدور. برايكم مين كان خرج ياخذ الدور؟ انا برايي هذا الدور بيزبط على سلوم حداد، بس انا شايف هيك دور الخال، ولا انتم شايفين مثلي؟ يعني بالذات يلي شايفين النسخة التركية شايفين مثلي ولا يعني شلون؟ باميلا الكيك من ابداع لابداع، تمثيل حلو، احترام للشخصية، اجتهاد، دراسة، تحضير رائع، واداء ولا اروع. مثل ما قلت لكم بالفيديو الماضي انه تمثيل باميلا الكيك وظرفتها بالدور خلتني اشوف قديش الدور مهم والدور حلو والدور صعب اصلا، بعد ما كنت اكره الشخصيه وما طيقها بالتركي. حياة عم تعيش صراعات كتير كبيره وهي الوحيده يلي لساتها متعلقه بالماضي اكثر شيء، مخبيه اسرار كتير كبيره، مخبيه اسرار على الكل، مخبيه سر انه جاد بيكون ابن مجد، مخبيه سر الشيء اللي عملوه عن اختها ناي. والحلو انه آسر لهلا ما بيعرف انه حياة عملت هذا الشيء لتنقذ حياة اختها الصغيره ناي. كيف رح تكون ردة فعله لما يدرى؟ شو بتتوقعوا يعمل؟ تتوقعوا يسامحها؟ ايوه بس حاجه هلا بعدين بنكمل. احكوا لي شو رايكم بالمسلسل لهلا، ومين اكثر شخصيه حابينها، واذا شايفين النسخه التركيه ولا لا. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا لنا لايك، ولا تنسوا اخواتنا بغزة من دعائكم. يعطيكم العافيه وسلام.